طب انت بقى صديقي قررت تدخل رمضان وتطلع وانت محافظ على وزنك، يا عم انا مش عاوز ازيد بس عاوز اكل اللي نفسي فيه، نعملها ازاي؟ تعالوا نشوف. اولا كل سنه وانتم طيبين كده، وادام انت متابعنا في السلسله دي فانت لو انت عاوز تخس كتير احنا سيبنا فيديو نقول ده نعمله ازاي، ولو انت عاوز تطلع من رمضان خاسس شويه بس بتاكل وبتتعزم وبتاخد سكريات قلنا هنعمل ازاي. في الفيديو ده احنا جايين نتكلم في ايه؟ جايين نتكلم في انك عايز تطلع مثابت على وزنك عادي، عايز تاكل صحي وما تتحرمش وتتعزم وتاكل سكريات وبتاع وتعمل كل ده ازاي؟ انا جاي اقوله لك. يا ريت تدعمني بلايك وكومنت وتشوف الفيديوهات التانيه بتاعت القناه كلها. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل 4 ايام دايت و3 ايام ينفع يدخل فيهم عزومه، ينفع يدخل فيهم اكل دسم من البيت عادي اي كلام، وينفع يدخل فيهم سكريات. فاعتقد فير انف 4 ل3. الدايت هيكون عادي خالص، الدايت اللي احنا قلناه في كل الفيديوهات اللي قبل كده. طيب هنعمل ده ازاي؟ احنا قلنا ان ترتيب الوجبه في الفطار مهم جدا، اوعى تفطر على عصير واوعى تفطر على سكريات، اوعى تفطر على تمر يا ريت، لان ده مش احسن حاجه لو انت عايز تحافظ على وزنك. ابدا بالفطار بميه، وابدا بسلطه بعديها، وابدا بشوربه، وابدا بخضار، وبعد كده كل جزء من البروتين واستنى 10 دقايق وخد النشويات. لو انت في الايام العزومه فالنشويات بقى تبقى مكرونه بشاميل ولا رقاق ولا محشي براحتك، ولو النشويات في الايام العاديه فيا ريت يبقى 4 معالق رز في الايام اللي هي بتاعه الدايت. فده الفطار بتاعك. بين الفطار والسحور العصاير الصحيه احنا قلناها قبل كده، اللي هي تمر هندي طبيعي او كركديه او عصير ليمون، وممكن تاخد معاهم اي سناكس بقى في شور، عايز تاخد شويه لب سوري، عاوز تاخد شويه مكسرات، عاوز تاخد فواكه مجففه، عاوز تاخد شويه فاكهه، عاوز تاخد جيلي، كل ده ينفع لو انت بس عاوز تحافظ على وزنك. طب السكريات بتاعت رمضان هتاخدها قد ايه؟ هتاخد قطعه نص ايدك كده، وزي ما احنا قلنا ان احنا لينا 3 ايام هتلخبط فيهم، بس السكريات فيهم هتكون مره واحده، مش هينفع تاخد سكريات اكتر من مره في الاسبوع. بس بقيه الاسبوع بقى ممكن تاكل مره اكل دسم مكرونه بشاميل، ممكن تاكل محشي. طب تجيش تقول لي بقى ايه؟ لا امال انت قلت لي ايه؟ ما انا عاوز اكل كل ده. ما انت بتتخن، ما انت بتاكل كل ده قبل كده في رمضانات اللي قبل كده بس بتتخن. فاحنا المره دي مش جايين نعمل ده، جايين نعملها ازاي نطلع من رمضان واحنا مش خسرانين كتير، مش متعورين التعويره اللي بتبقى باينه دي. خلاص. والسحور هيبقى ايه انسب حاجه في السحور؟ انت هتاخد زبادي وتاخد معاه بروتين زي جبنه قريش زي بيض زي فول، وهتاخد معاه نص رغيف ولا حاجه. طيب الايام اللي انت هتتعزم وهتتقل فيها، كلمه السر دايما ان في السحور ما تحطش نشويات، ويا ريت تلعب رياضه كل يوم لو حتى 10 دقائق في اليوم بس. الرياضه هتكون مهمه جدا 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 اول ما تصحى من النوم او في اخر ساعه قبل الصيام. ويا ريت لو انت مستوى السكر عندك بيعلى فممكن تنزل تتمشى نص ساعه بعد الفطار. في الاخر احنا قلنا ان رمضان فرصة ذهبية جدا جدا ان انت تعمل نجاح حقيقي مهم. لازم تبقى عارف ان الاصل ان يبقى عندك خطة ويبقى عندك تنظيم. وانا محمد عصام مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحلة.